ليه الحمامات في أمريكا ما فيهاش شطافات؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ هل ده إهمال منهم ولا قلة نظافة؟ الحقيقة ولا ده ولا ده، ده راجع لسبب تاريخي وثقافة استخدام الحمامات مختلفة عن بقية الشعوب. ولما تقرأ عن تاريخ الشعب الأمريكي تكتشف إن دي عندهم مجرد عادة، مش نقص كنظافة شخصية، هي عادة عندهم مش أكتر. أول الأسباب إن أمريكا لما اتجمعت كولايات مع بعض، النظام السباكة كان اتأسس على أساس إن يكون في قاعدة تواليت وجنبيها بكر المناديل الصحية، فالنظام عندهم هنا مبني على أسلوب نظافة مختلف. نقطة تاني، البنية التحتية. البيوت هنا متصممة بالطريقة اللي أنا قلت عليها، إن البيوت مبنية على أساس إن مفيش شطافات. فلما تيجي تدخل فكرة زي كده جديدة، حتى لو هي كويسة، بس هتدخلها لملايين البيوت، فده بيبقى نظام صعب جدا ان انا اجي اطبق الكلام اللي احنا بنقوله ده على ملايين البيوت وعلى اساس بنية تحتية لدولة كاملة. في نقطة ان مصانع بكر المناديل وشركات التوزيع للمناديل في انحاء الولاية، الفايدة الاكبر ليها ان الناس تفضل تستعمل المنتجات بتاعتهم، ده طبيعي. فبيفضلوا يروجوا للمواد بتاعتهم والمنتجات بتاعتهم بطريقة كبيرة جدا. تلاقي الإعلانات على طول شغالة، تروح مثلا تشتري حاجة تلاقي كميات مهولة من المناديل موجودة، وشركات بقى بتتنافس مع بعض على ده الأفضل وده الأحسن. فبيروجوا فكرة للمستخدم إن المناديل صحية ليك جدا، المناديل أحسن ليك من المية والكلام ده كله، والشركات بتوفر له كمية وأنواع مختلفة من المناديل وبسعر رخيص، فهيشغل باله ليه؟ بيمشي بالنظام اللي هو اصلا متعود عليه. الحاجة الحلوة اللي هنا، الموضوع بدأ يتغير شوية من بعد كمان أزمة الكورونا. الناس بدأ يكون عندها وعي شوية بفايدة إن المية أحسن من المناديل والكلام ده، فابتدوا الناس بقى يشتروا زي نظام كده شطافات بتركب ملهاش يعني قصدي وصلات كده أساسية وبتاع، لا بتبقى وصلاتها أسهل شوية من إن أنا أغير الصرف الصحي كله بالكامل. وابتدى يكون في وعي وثقافة عند الأمريكان، ناس كتيرة كمان بالذات لما راحت زارت الدول العربية أو زارت الدول عموما برا أمريكا، ابتدى الوعي والثقافة، لا إيه ده أحسن من استخدام المناديل بكتير. قولوا لنا في التعليقات، أنت بتحب تفضل في الحمامات يكون في شطافات ولا تحب تستخدم المناديل؟ طيب يا سيدي، شكرا، كفاية.